السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دينا صلاح ودي قناتي. لو اول مرة تشوفيني انزلي تحت الفيديو واضغطي على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة برياني الدجاج بطريقة سهلة خالص وبسيطة وان شاء الله تعجبك. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا. معانا كوباية زبادي، معانا معلقتين زيت كبار، معايا هنا 5 فصوص توم، ومعايا قطعة من الجنزبيل الفريش. هنبشرهم كده مع بعض وننزل بيهم. معانا بقى التوابل بتاعتنا: ملح وبابريكا وكمون وكزبرة وفلفل اسود وكركم وقرفة. هنقلبهم بقى مع بعض كده كويس. بعد كده هنزل بنص كوباية مية، يعني نص كوباية صغيرة خالص. هنقلبهم بقى كده مع بعض. هنحط بقى الفراخ بتاعتنا. عايزة تعمليه بقطع فراخ مخلية عادي، عايزة تعملي في اي فراخة عندك عادي. هنقلب بقى التتبيله كده بالفراخ ونركنهم بقى اقل حاجه نص ساعه، وممكن تبيتيهم ليله، بس انت لو ما عندكيش وقت سيبيهم نص ساعه كده لحد ما تجهزي الرز بتاعك. معانا بقى حله فيها ميه سخنه، هنزل عليهم بورق لوري وقرفه وقرنفل ومعلقه زبده. ودي كميه الرز اللي انا هعملها، يعني مسموح تعملي اي كميه براحتك. يعني انا عامله كوبايتين رز غسلاهم ومصفياهم كويس. هنزل بقى في الميه بتاعتي، هسيبهم فيها يغلوا 4 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده. انا مش عايزاه يستوي، انا عايزاه يستوي يعني نص سوا بس. بصوا بدأ يغلي، سبته 4 دقايق وبعد كده صفيته. بصوا الرزاية معايا ما استوتش. تعالوا بقى نشوف الفراخ اللي احنا متبلينها وراكنينها. هرفعها على البوتاجاز، هوطي عليها بقى واسيبها شوية لحد ما احس ان هي بدأت تستوي معايا خالص. معانا هنا بقى بصلاية انا محمصاها زي بتاع الكشري كده بالظبط، ومعايا كزبرة، ورق كزبرة وورق نعناع والرز بتاعي. بصوا الفراخ بتاعتي اهي خلاص، انا حاسه ان هي خلاص بدأت تستوي. اول ما احس ان هي بدأت تستوي هنزل عليها برشة كزبرة، وبعد كده هنزل بالرز بتاعي كده تدريجيا عشان ما يتعجنش معايا ولا اي حاجة. بعد كده هديله رشة كزبرة ورشة نعناع. لو مش حابة تحطي نعناع براحتك، والكزبرة برضو الحاجات دي اختياري. بعد كده هرش بقى رشة من البصل، البصل بيخليه طعمه حلو يا جماعة. بعد كده هنزل بباقي كمية الرز اللي معايا. هنزل عليه تاني، يعني كل ما تحطي طبقة تيجي رش عليها بقى كزبرة ونعناع وبصل. عايزة بقى تلونيه بكركم، يبقى هتجيبي معلقة كركم على معلقة زبدة وتيجي نازلة بيهم كده في المكان، في أماكن يعني مختلفة. ممكن كمان ان انتي تحطي زعفران، وممكن كمان ان انتي تحطي لون طعام. انا جبت لون طعام كده، يعني سنة بسيطة، حطيتها في مية ودوبتها ونزلت بيها كده عليه على حسب انتي عايزة الرز بتاعك لونه ايه. معايا بقى هنا معلقة زبدة، هحطها كده بقى على الوش. مش عايزة تحطي عادي برضو، احنا كده كده حاطين فيه زيت. الزبدة يا جماعة بتدي طعم جميل للرز، زبدة او سمنة عادي. بصوا كده الرز بتاعك كان خلاص دخل على سوا. هتوطي عليه بقى بعد ما تحطيه، تحطي الحاجات دي كلها، توطي عليه وتسيبيه على الهادي خالص لحد ما يستوي تماما. ما تعليش عليه النار عشان ما يتحرقش. تعالوا بقى نعمل حاجة كده سهلة كده جنبيها.
وهي سلطة الزبادي. معايا كوباية زبادي، هنزل عليها بورقتين من النعناع، نعناع فريش يا جماعة، وهنزل عليها بملح ورشة كمون. هقلبهم كده كويس. بعد كده هعصر عليهم نص ليمونة بس. هي كده خلاص خلصت معانا. هي دي سلطة الزبادي يا جماعة. وكده الاكل بتاعنا خلص. تعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا. بصوا، طلع الوان علشان انا ما حطيتش كمية اللون اللي عندي او كمية الكركم كلها في مكان واحد، انا وزعتها. جميل والله يا جماعة، الطريقة دي جميلة وسهلة، جربوها ان شاء الله هتعجبك. وحاجة كده مختلفة تحسسي ولادك ان يعني اكنك جايبه لهم اكل من بره، ده مش اكل بيت. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. وبكده خلص الفيديو معايا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حطي لايك بقى يا اللي وصلتي لحد دلوقتي في الفيديو معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.